لو ابنك رياضي تعالي اقول لك تعملي ايه عشان تحميه من سوء التغذيه. انا الدكتوره نيفان رضا، اخصائي تغذيه علاجيه وعلاج سمنه ونحافه. هو الهدف بتاعنا ان احنا نمنع سوء التغذيه والمشاكل اللي بتيجي بسببها. اول حاجه، لو انا ابني بيتمرن الصبح بدري فانا مش هديله وجبه الفطار بتاعته، وهديله وجبه خفيفه عباره عن فاكهه او كوبايه عصير برتقال او ثمرتين فاكهه، وبعد كده هيتمرن. بعد التمرين بديله وجبه الفطار بتاعته كامله. وجبه الفطار لازم تحتوي على خضار وعلى بروتين زي البيض او الجبنه القريش او الفول، ولازم يبقى فيها كوبايه عصير برتقال. لازم فيه وجبه زي سناك بعد التمرين تحتوي على كميه بروتين وعلى خضروات وعلى عصاير فريش. برضو يا ريت لو كان برتقال يكون افضل. الوجبه دي ممكن تبقى قطعتين بانيه، ممكن ربع فرخه، ممكن قطعه لحمه صغيره، ممكن قطعه سمك او قطعه تونه معاها خضار، ولازم كوبايه العصير برتقال. وتاني ما ننساش الخضروات الكتير عشان بتدي فيتامينز والياف بتشغل الجسم وبتدي طاقه لابننا وجسمه كويس. كمان شرب الميه اثناء التمرين وبعد التمرين من الحاجات المهمه جدا. كل اللي احنا بنعمله ده عشان ما ندخلش ابننا في سوء تغذيه، وعشان نعمل شفاء عاجل للعضلات وما تتاثرش عضلاته. مهم جدا ان انا اخلي بالي من علامات نقص الطاقه، يعني الهمدان، دبلان الوش، الدوخه، الدوار. ممكن الطفل يغمى عليه. خلي بالنا كويس قوي والحقه باي عصاير فريش واديله كميه ميه كويسه جدا. في حاجه كمان مهمه، لو ابني بيتمرن كمل التمرين بتاعي اثناء فتره الشتاء. مش هقول لا انا هوقف عشان خاطر ما يتعبش بنزلات البرد او يعيا، لا بالعكس احنا هنكمل، لان الرياضه من الحاجات اللي بتعلي مناعه الجسم جدا جدا وبتحسن استقباله لكل الامراض. خلي استقباله كويس جدا، تركيزه حلو جدا، وطاقته وذاكرته كويسه قوي. اي اسئله او استفسارات سيبوها لي في الكومنتات وانا هجاوب عليها كلها.